السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم بكل صراحة، وأتمنى إن أنتوا يعجبكم الفيديو اللي أنا هنقوله دلوقتي. فكرة الفيديو جات لي من تصريح تركي آل الشيخ، تويتة كتبها وقال لما هنعوز لعيب هناخده، محدش يقدر ياخده مننا. معنى الكلام بالظبط كده، يعني إن محدش يقدر يخش معاه في لعيب، يعني المادة. فجات لي فكرة الفيديو دي. أي حاجة في دولة لما حد يخش يستثمر في دولة، طبعا احنا عارفين وكلنا كنا بنقول رأس المال جبان ومحتاج مناخ يشتغل فيه، إن رأس المال بيدور يحطه في مكان يكسب منه. فهدف الاستثمار تملي في أي حاجة، أنا نستثمر في أي حاجة المكسب. مفيش عمر هدف مستثمر إن هو يخسر، ولو هدف مستثمر إن هو يخسر ده يبقى ليه أغراض تاني ممكن نتكلم عليها بعد كده. لكن الهدف المشروع لأي مستثمر إنه يكسب. وأي دولة هيخش عندها المستثمر بتحط قوانين ولوائح ونظم للمستثمر ده عشان يقدر يشتغل من خلال القوانين اللي محطوطة في أي دولة. فمن ضمن القوانين اللي تملي تحط في قانون الاستثمار عدم الاحتكار وضمان نزاهة المنافسة. كل ده بيتحط، والمال جاي منين، وعشان نقدر نعرف إن الدولة دولة محترمة تقدر تحافظ على القوانين وشكلها قدام العالم. مش أي دولة يعني يتحط فيها أي فلوس من طرق غير مشروعة. فاللي بيبين لنا المستثمر اللي جاي مستثمر جيد ومستثمر جاد، إن هو جاي حريص إن هو يكسب، وبرضه للناس اللي تستفيد منه في البلد، والبلد تستفيد، هو يستفيد والبلد تستفيد. لكن أنا بقول لكم الكلمة دي ودتني لحتة تانية عاوز أعرضها على حضراتكم. اللي هيوافقني واللي مش هيوافق برضه يكتب لنا تعليقه، أنا غلطان في إيه في اللي أنا بقوله، وإذا كان موافقني يقول لنا برضه موافقني في إيه بالظبط. الملاحظة اللي أنا عاوزكم تاخدوا بالكم منها. أول حاجة، إحنا شايفين تركي آل الشيخ فلوس، بيقول لك يعني صارف أكتر من مليار على بطولة دوري هتكسبه 2 مليون جنيه. ناس هتقول لي اللعيبة اللي هو جايبها هتكسبه. طب ما احنا نمشي مع بعض واحدة واحدة. الأول كينو بيقول لك جاي له عقد من الصين ب 17 مليون دولار. أنا بقول لكم كده، ودليلي إن كينو ده عنده 29 سنة، مش لسه عيل صغير عنده 20. يعني كان في البرازيل هناك، مش يعني احنا مش اكتشاف جديد، يعني كان قاعد في البرازيل هناك كينو. ما شفناش يعني جات له 17 مليون دولار ولا حاجة. بس هو كلام آلة إعلامية طبعا، واحنا عارفين الآلة الإعلامية بتاعته ايه، جبارة. ادي لعيب بيقول لك انا كسبت فيه، هنتغاضى عن كينو ممكن يكون انت هتكسب فيه. طب وعمر جابر اللي دفعت فيه 63 مليون جنيه، طب عمر جابر ده لو اتعرض على ايه النادي دلوقتي هيدفع فيه نفس المبلغ ده؟ يبقى انت بتخسر. طب محمد فتحي اللي هو بتاع الاسماعيلي دفعت فيه اكتر من 40 مليون جنيه، هل لو عرضه في اي نادي دلوقتي يجيب المبلغ ده؟ يبقى انت بتخسر. دونجا بتاع المقصه، بتاع اللي هو كان بتاع الاسيوطي. الناس اللي عندك اللي انت جايبها دي كلها، هل هتجيب نفس الفلوس تاني لو انت عرضتها في السوق؟ طب يبقى انت داخل مش هدفك الربح، يبقى انت داخل مش هدفك الربح. لما تجيب واحد زي تراوري جايبه ب 63 او 60 مليون جنيه، طب هو تراوري يسوى 60 مليون جنيه؟ هنقول ده عرض وطلب في السوق؟ لا لا، مش عرض وطلب. لا، تراوري في السوق المصري انت لما تاخده ب 60 مليون جنيه يبقى انت في غرض تاني غير المكسب والخساره. لا لا لا، انت داخل على خساره اكيد 1,000,000%. دي مش فلوس، دي فلوس لو جايه من شغل تعبان فيه وشغل حلال مع عمرها ما تصرف في الكلام ده. فانا بقول للدوله ده داخل نظام احتكار او نظام تبويظ نظام الكوره في عندنا في مصر. انا كاهلاوي انا بقول ان هو داخل هيبوظ الكوره في مصر.
وداخل ضد الاهلي. طبعا الزمالك او اي واحد زملكاوي هيشوف الفيديو هيقول لي لا انت عم بتقول كده عشان ضد الاهلي. انت دلوقتي شايف ان هو ضد الزمالك، ما ان هو مع الزمالك وضد الاهلي فانت فرحان. طب انا هقول لك ان هو هيسيب لو قلب على الزمالك برضه وخلاص ما بقاش عندكم تسبيح بحمده. انتوا هتقولوا نفس الكلام اللي بقوله. الراجل ده داخل يبوظ الكوره، مش هيخليكم تاخدوا لعيب. وبعدين نظام الكوره النظام اللي عندنا ان انت ممكن طبعا اي واحد هيشوفني يقول هو دي قايمه 30 لاعب. لا، مين قال لك انها قايمه 30 لاعب؟ انت ممكن تشتري قايمه تأيد 30 لاعب وتشتري 30 زيهم وتحرم للانديه. انا هحرمك من اي لاعب ممتاز وكله بفلوسي. يبقى هنا انتفت صفه المنافسه، يبقى احنا دخلنا في حاجه اسمها الاحتكار او الاحتكاريه. مفيش هنا منافسه، مفيش ارضيه. النادي الاهلي، النادي الزمالك، اي نادي ليه جمعيه عموميه وليه ميزانيه، ليه مكسب وخساره، فلوسه معروفه داخله منين وهتصرف فين، والجمعيه العموميه بتحاسب النادي. انت داخل بميزانيه مفتوحه، انا ما اعرفش جايبها منين. اذا كانت جايه من البترول بتاع دوله السعوديه يبقى الشعب السعودي يحاسبك، انا ماليش دعوه. احنا مالناش دعوه بالكلام ده، بس احنا عاوزين نعرف مصدر الفلوس اللي جايه تدفع وملهاش غرض المكسب دي ايه. احنا نعرف الفلوس اللي بتترمي وملهاش غرض المكسب، يبقى دي جايه من طرق تانية. وسمح الله انا ما بتهمش حد، بس احنا عارفين اللي الاموال اللي بتتغسل والاموال اللي داخله بطرق غير مشروعه عشان يتثبت مشروعيتها بيتعمل حاجات زي كده. انا ممكن اخسر في سبيل ان انا اثبت مشروعيه الفلوس دي. وعاوز اقول لو انت مشجع الزملكاوي، لو انت مش عاجبك كلامي، لو حصل وانت شفت لما كان مش معاكم، انت شفت تصريحات رئيس ناديك عملي، وانا اتحدى رئيس ناديك لو هو قلب عليه وقال له انا مش هدعمك، اول واحد يعمل طلب احاطه في مجلس الشعب ان ازاي هنا عدم المنافسه مش موجود، في احتكاريه وكده يبوظ الانديه. ده ما عندوش لائحه حدش بيحاسبه، لكن الانديه فلوسها الايرادات مفروض اللعب النظيف في العالم كله، واوروبا عملت الكلام ده عشان تتحد من غسيل الاموال واموال المخدرات واموال الممنوعه واموال السلاح، ان ما تخشش في كره القدم. لازم النادي ايراداته تبقى زي مصروفاته. لكن واحد يصرف مليار عشان يكسب 2 مليون جنيه، ايه هو ده؟ واجيب لعيبه، عمر جابر عمره ما هيجيب، لو نزلت السوق عمره ما هيجيب الفلوس دي، يبقى انت خسران فيه. محمد فتحي خسران فيه، قفشه خسران فيه، الشناوي خسران فيه، كل اللعيبه دي عمرها ما هتجيب الفلوس اللي انت دفعتها فيه. يبقى ده مش هدفك الربح، امال هدفك ايه؟ عاوز اعرف. طب وصناعه الكره عندنا في مصر؟ طب ما تبص عندك انت في السعوديه، انديه السعوديه انتوا كلهم مخليهم سواسيه، انت تقدر تدي نادي سعودي ما تديش الثاني؟ هناك كله سواسيه، هياخد نفس المبلغ، هياخد نفس القيمه عشان يبقى في تنافس. لكن هنا مفيش. نادي يصرف لي مليار وشويه وتقول لي عنده عدد رعايه منين؟ ومين اللي هيرعاه؟ الناس بترعى عشان الجماهير، نادي ما عندوش جماهير هترعاه ازاي؟ الشركات الراعيه ترعاه ازاي؟ وانا بطالب اي واحد في الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي او محب للنادي الاهلي في مجلس الشعب، عضو في مجلس الشعب، لازم تقدم طلب احاطه لوزير الرياضه وللدوله. اذا كانت الدوله مش عارفه قيمه النادي الاهلي، اسمعوا معايا. طب المقطع ده كده بالمناسبة من حيث الألقاب الخارجية لا يتفوق عليه إلا ريال مدريد صاحب هذا الملعب، وثانيا الأهلي المصري. يا عراقة الأهلي المصري، يا إنجازات الأهلي المصري، ثاني أكثر نادي في العالم بعد ريال مدريد من حيث الألقاب الخارجية، يعني الألقاب خارج بلاده، وهذا يوضح مكانة الفريق المصري الكبير النادي الأهلي. شفتوا قيمه النادي الاهلي عامله ايه؟ النادي الاهلي بيتجاب سيرته في محفل عالمي، في مباراه القرن زي ما بيقولوا، مباراه الموت امبارح، بوكا جونيور وليفر بلاد الارجنتيني. النادي الاهلي جت سيرته. النادي ده قيمه يعني اقول قيمه قوميه قد ايه للنادي لمصر،
وانا بقول للحكومه وللدوله، انتوا ما تعرفوش قيمه الاهلي ولا ايه؟ اذا كان يعني انتوا عاوزين، انتوا راضيين ان الاهلي هيقع يعني قيمته، انتوا يعني الاهلي المصري بعد كده تتشرب بالانديه بيراميدز ومش عارف ايه، هتتشرب بيهم؟ هم دول اللي هيرفعوا اسم مصر. انا بنبه الدوله، مش عشان انا اهلاوي، انا اهلاوي وبفتخر انا اهلاوي، بس انا بقول لكم الصناعه هتبوظ. صناعه كره، انتوا ساكتين لكن صناعه كره القدم هتبوظ. هو مين اللي رفع اسم مصر؟ هاتوا روحوا اليابان، روحوا انجلترا، روحوا المانيا، روحوا اي حته في العالم. الاهلي اذكروا مصر، اذكروا مصر. الناس تقول ايه؟ ناس تقول الاهرامات، ناس تقول ابو الهول، ناس تقول المعابد في الاقصر واسوان، وهتقول لك الاهلي، وهتقول لك محمد صلاح، وتقول لك امال هتقول ايه؟ انا بقول للدوله انتوا مش خايفين؟ طب لما يقضي على الاهلي ويقضي على سمعه الاهلي، يقدر حد في السعوديه او في اي دوله يحصل اللي بيحصل فيه عندنا في مصر؟ ما ينفعش. انا بقول لكم الدوري السعودي مفيش نادي ياخد اكتر من نادي عشان تحصل جو المنافسه، يبقى في جو صحي. لكن اللي عندنا دوت ايه يعني؟ انا هخش في اي ما حدش يقدر يقف قصادي يعني. ميزانيتك ايه؟ عاوزين نعرف ميزانيه النادي دي ايه. انا المفروض اتقدم بطلب احاطه. لو انا في مجلس الشعب، انا بطالب كل اهلاوي في مجلس الشعب، قدم طلب احاطه، قول له فلوسك دي جايه منين، وغير كده فين ميزانيه النادي اللي انت حاططها عشان تقدر تنافس الانديه دي؟ ميزانيتهم ايه؟ ميزانيتك ايه انت؟ يعني ايه ترمي مليار وشويه عشان تكسب 2 مليون جنيه وتجيب لعيبه وهتخسر فيها؟ يعني ايه؟ مش فاهمها انا. يبقى ده الحكايه دي تخريب للكره المصريه. لا انا مش عاوز الاهلي يبقى الرياده، لا انا مش عاوز الاهلي مش هو يبقى النادي الريادي في الشرق الاوسط ولا في العرب. لا انا عاوز انديه تاني. انا مش هسمي انديه لكن انتوا عارفين انا هكسر الحته دي. انا مش هخلي النادي الاهلي والزمالك، واذا كان الزمالك فرحان دلوقتي اوعى تفتكروا انه بيبص لمصلحتكم، ده بيضربكم واخدكم انت عشان يضرب بيكم الاهلي، لكن في الاخر هتقعوا. هو عاوز الانديه تسبح بحمده وتروح تترجاه وتخبط على بابه، يا اما كلنا نبقى عبيد. اللي هيقف قصاده لازم اكسره. لا احنا في دوله محترمه، في دوله محترمه تعرف ازاي تحافظ على انديتها العظيمه اللي مشرفاها بره. اذا كناش هنعرف نحافظ على النادي الاهلي، انا مش بقول عشان كده عشان اهلاوي، الاهلي قيمه، وانا سمعتكم من شويه الاهلي قيمه وقامه. اذا كان هيجي حد من بره عشان يكسر الاهلي مش هيتكسر ان شاء الله. لا. لكن انا برضو بنبه الدوله، ده مش مناخ صحي للاستثمار او المنافسه. هتنافسها نفسك ازاي وانا ليا ميزانيه وجمعيه عموميه بتحاسبني وعندي يجي 30 لعبه بصرف عليها؟ انا بنبه الدوله الاهلي بيصرف على 30 لعبه كلها ابطال مصر، كلها بتشرف مصر بره. انتوا فرحانين لما الاهلي يقع؟ طب مين هيشرفكم بره؟ بيراميدز اللي هيشرفكم؟ بيراميدز ده نادي دلوقتي مش مصري، ولا انتوا فاكرين ان هو مصري يعني؟ معلش على ان انفعلت، لكن انا بقول انا شايف اوضاع. انا لو شايف ان في استثمار وان انا بدي فلوسي عشان هكسب انا ما اتكلمش، لكن انا شايف حاجه غير كده وحبيت انقلها واودي ضوء. يمكن انا ما بيشوفنيش ناس كتير، لكن انا يمكن اللي يشوفني يكون حد مسؤول، يكون واحد في مجلس الشعب يقدم بس طلب احاطه اعرفه فلوس اللي داخله دي فلوس ايه وبتصرف ليه؟ ما دام مش ناوي تكسب بتصرف ليه؟ عاوزين نعرف. اذا كان هدفك تخريب النادي الاهلي انا بقول، واذا كان نادي الزمالك دول قيمه لمصر، اذا كان الهدف التخريب يبقى الدوله تقف وتبقى عارفه. لكن احنا كده نسيب سبهلله الدنيا، صناعه زي كره القدم تسيبها تتضرب وتنهار. واذا كنتوا انتم مستهترين بكلامي دوت اللي انا بقوله وشايفين ان هو لا مش اهميه، هتشوفوا بعد كده.
معظم النار من مستصغر الشرر، يعني شرارة صغيرة تعمل نار كبيرة. وأنا بنبه وبقول اللي بيحصل ده مفيش تكافؤ فرص، مفيش مناخ إن إحنا نتنافس فيه. بقول لك راجل صرف أكتر من مليار عشان يكسب 2 مليون جنيه، أكتر من 1000 مليون عشان أكسب 2 مليون جنيه. بجيب لعيبة مش هجيب ثمنها في السوق. بس طبعا آلة إعلامية، وكل دلوقتي اللي ضد الأهلي فرحان إن هو هيوقع الأهلي. يا بهايم، على رأي توفيق عكاشة أقول يا بهايم، أنتوا عايزين توقعوا قيمة مصرية كبيرة. وديكوا سمعتكم امبارح في ماتش البوكا والريفل بلاد. لا أنتوا شفتوا الماتش، جت سيرة النادي الأهلي، يعني جت سيرة مصر، يعني اتذكر مصر. الأهلي سبب إن مصر اتذكرت. انتوا مش فاهمين، انتوا فرحانين بس هيجي يدوس على الزمالك برضه، هيدوس دلوقتي عليه. اوعوا تفتكروا ان هو بيحب الزمالك. اذا كان في ناس مستفيدين في الزمالك ومنتفعين، لكن ما هيضروا الكرة المصرية قدام. الكرة المصرية هتتضرر. الاهلي مش هيقع عشان عنده جمهور كبير، جمهور عظيم في كل حتة في العالم. لكن انا بنبه الدولة والمسؤولين في الدولة، اللي بيحصل دوت في خلل كبير قوي. ده مش مناخ للاستثمار. اسألوا، ومن حق الدولة تسأل انت داخل جاي هدفك ايه؟ تستثمر عشان تكسب ولا عشان تعمل ايه؟ متهيألي ده سؤال مشروع وكل الناس بتسأله. احنا مش هنسأل الفلوس جاية منين، احنا كمواطنين بس. الحكومة حقها تسأل انت بتحط الفلوس دي عشان تقوي الصناعة ولا عشان تبوظ الصناعة المصرية في كرة القدم؟ ما هي صناعة برضه، هتبوظها. اللي فرحان دلوقتي بيقبض له قرشين ولا بياخد من وراه مستنفع منه بقرشين ولا. بص للمصلحة العامة، بص لمصلحة مصر، وبص لمصلحة الكرة المصرية. إذا وقع الأهلي وقعت الكرة المصرية. الأهلي بيصرف على 29 لعبة أو أكتر أو 24، مش عارف الرقم بالظبط، لكن كل اللاعبات كل الأبطال طالعة من الأهلي ومن الزمالك ومن سموحة ومن كل الفرق طالعة منها أبطال، وكان معظمهم من الأهلي. هو في إيه؟ كريم عبد الجواد ولسه هو بطل الاسكواش أهو، ما أهلاوي. يعني عاوزين إيه بالظبط؟ كل الأبطال طالعة من النادي الأهلي، أنتوا عايزين توقعوه. الدولة ساكتة وفرحانة تقول لك عشان مستثمر. لا، أنا بقول للدولة ده مش استثمار. طب حققي. ما دام مستثمر جاي مش جاي يربح، جاي يعمل إيه؟ مش هقطع عشان ما عدش الكلام اللي أنا قلته. وأنا مبسوط إن أنا معاكم في الفيديو، إن أنا رجعت تاني أتكلم وأقول لكم إن شاء الله الأهلي هيبقى أحسن بإذن الله، ونبقى ورا الفريق ونستحمل شوية، ومجلس الإدارة إن شاء الله ربنا يوفقه ويجيب لنا مدرب كويس. وانا عاوز اقول للكابتن محمود الخطيب، اوعى للناس اللي بتقول لك ان الكابتن محمد يوسف يقعد، مع احترام للكابتن محمد يوسف، لكن ما يقدرش يشيل الاهلي. احنا عاوزين مدرب عالمي، وربنا يكون في عون مجلس الاداره في الحرب اللي هي موجوده دلوقتي والاسعار اللي غليت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.